مبروك فراس، ألف مبروك أحمد عفيفي. ألف مبروك للجميع. الحقيقة السعادة في الاستوديو هنا كانت طاغية في وقت ضربات الترجيح. المغرب زي ما كان أول فريق عربي في التاريخ يوصل دور 16 وأول فريق عربي في التاريخ يوصل دور الثمانية. المغرب حتى الآن بلا أي هدف في مرماه إلا الهدف الأون جول. حتى في ضربات الترجيح لم تتلقى أي هدف ياسين بونو، حتى الآن لم يتلقى أي هدف من أي نوع. الحقيقة زي ما انت قلت مش عارفين نبدا من وليد الركراكي ولا نبدا من خط الدفاع اللي النهارده لعيب زي نايف اكرت بيلعب وهو مصاب وبيتحامل على نفسه وهو مصاب، زي ما مزراوي قبله لعب وهو مصاب، او زي لعيب زي زياش اللي مطلوب منه الناحيه الفنيه لكن قدم دور دفاعي غير عادي النهارده ودور بدني كبير جدا، او حكيمي او سفيان مرابط ثم سفيان مرابط ثم سفيان مرابط وقبلهم وبعدهم سفيان مرابط، وناحي النهارده قدم جيم كبير جدا. صعب تقول اسم تنسى اسم. الحقيقه فريق عظيم 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 عظيم. يعني بغض النظر عن الكرة والفنيات والتكتكس هم دخلوا جوانا النهارده شعور ما حسناهوش من اول البطوله، ما حسناهوش من زمان باي فريق عربي الحقيقه. مفخره الثقة ان هناك منتخب واقف في الملعب امام اسبانيا وقادر في اي لحظة يفوز عليهم. مش سهل ابدا، مش سهل انك تلعب قدام فريق بيستحوذ طول الوقت ده وبيحاول يحركك عشان يلاقي مساحه. كل الاستحواذ الاسباني كان لهدف واحد بس، هات الكره اليمين هات الكره شمال، حرك الدفاع المغربي لغايه ما تظهر مساحه. ما ظهرتش المساحه. الفريق كله كان بيدافع بمرجعيه المساحه مش بمرجعيه الشخص. مهما اللعيبه غيروا اماكنهم المساحه كانت دايما مقفوله. اداء بطولي فرديا لكن اداء شديد التنظيم جماعيا. والحقيقه برضو ان الجمهور المغربي النهارده قدم اجواء في البطوله خرافيه خرافيه. احنا قاعدين سامعين الريتم واحد في التشجيع، قادرين نميز ايه اللي بيتقال، قادرين نميز. النهارده كان الماتش اللي كانوا بيتلعب في كازابلانكا او في الرباط او في اي مكان من المغرب. مبروك مبروك مبروك، رغم ان كلمه مبروك تبدو رخيصه جدا امام الشعور العام في الوطن العربي، لكن ده اللي بنقدر نقوله او ده اللي وفرته لنا اللغه العربيه وهو كلمه مبروك.